اول حاجه هنفتح اللاير بتاعتنا من السهم ده، هنضغط على زرار انيميت ونختار بوزيشن، وبعدين نضغط على انيميت تاني ونختار اوباسيتي، وبعدين نضغط على انيميت تالت ونختار بلور. هو هنا جاب لي الثلاث خصائص اللي هنعمل بيهم الانيميشن بتاعنا اهم. اول حاجه خاصيه بوزيشن، هنيجي على القيمه الثانيه دي كده وننزلها شويه لتحت، وبعدين اوباسيتي اللي بعدها على طول هنخليها 0، وبلور هنيجي عند الخاصيه بتاعت بلور ونضغط ونخليها 25، وهنطلع فوق الخصائص كده هنلاقي رينج سيلكتور نفتحها من السهم ده، وبعدين نفتح منها ادفانسد، هنسكرول لتحت هنيجي عند خاصيه بيزد اون وهنخلي كاركترز دي نفتحها، هنلاقي قدامنا كاركترز وهنلاقي ووردز. هنا بيقول لك لو انت حابب ان الانيميشن يحصل حرف بحرف او يحصل كلمه بكلمه، هوريك ده وده. دلوقتي هنخليها الاول كاركترز علشان نخليها حرف بحرف. هننزل عند خاصيه شيب دي كده هنفتحها، وبدل ما هي سكوير هنخليها رامب اب. بدا التكست والانيميشن يبان عليه اهو. باقي لنا الخاصيتين دول، خاصيه از هاي واز لو. هنخلي از هاي هنيجي عند الرقم بتاعها كده ونخليها -50، وهنيجي عند از لو وهنخليها 100%. هنطلع عند خاصيه اوفست وهنيجي هنا عند الرقم بتاعها ونقلله بالسالب لحد ما التكست يختفي من قدامك من على الشاشه، لحد ما بقت -100 كده. وبعدين هنعمل كي فريم عندها عند التوجل انيميشن بتاعها، بعدين نتحرك بالسي اي مده الانيميشن اللي احنا عايزينها وليكن كده مثلا، ونعلي قيمه اوفست لحد ما تبقى 100 تاني. التكست هيبان زي ما انت شايف كده. هنشغل بقى ونشوف الانيميشن مع بعض. هنرجع تاني بالسي اي ونشغل بالطريقه دي. هنشغل تاني برضه عشان تشوفوا تاني. زي ما انت شايف الانيميشن رائع سلس جدا. بس لاحظ معايا كده وانا برجع كده بالراحه بالسي اي، الانيميشن بيحصل لحرف بحرف. بص، عايز اوريكم بقى ازاي يحصل لكلمه بكلمه. هنروح لخاصيه بيزد اون دي نفتحها، وبدل ما هي كاركترز هنخليها ووردز ونجرب تاني. لاحظت معايا؟ هرجع معاك اهو، هتنزل كلمه بكلمه. الانيميشن هيحصل كلمه بكلمه مش حرف بحرف. بص المنظر، هبصش تاني.